بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بيكم في قناة انجول. وفيديو النهاردة هنتكلم عن أول صفقة تبادلية في التاريخ بين الأهلي والزمالك. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. هناك بعض وكلاء اللاعبين اللي بينتموا لنادي الزمالك عرضوا على إدارة النادي الأهلي إبرام صفقة تبادلية في شهر يناير، بحيث أحمد عبد القادر ينضم إلى نادي الزمالك في مقابل أحمد فتوح ينتقل إلى القلعة الحمراء. وعلى فكرة كابتن حسين لبيب عنده رغبة كاملة بمصالحة مسؤولي النادي الأهلي وبداية عودة العلاقات بإجراء وإبرام صفقة تبادلية سوبر كبيرة مفيدة للفريقين. كلنا عارفين ان النادي الاهلي بيخطط للتعاقد مع ظهير ايسر سوبر بجودة عالية لخلافة علي معلول، وابرز المرشحين هو احمد فتوح. على الجانب الاخر الزمالك محتاج جناح جيد زي احمد عبد القادر في الانتقالات الشتوية. المعلومة اللي عندي ان عبد القادر لا يمانع بفكرة الانتقال الى الفريق الابيض، واحمد فتوح بيرحب جدا بالانتقال الى النادي الاهلي. الموضوع يبدو غريب شوية، ولكن وارد جدا تحصل صفقة تبادلية، صفقة قرن بين الاهلي والزمالك، لان الزمالك دلوقتي بيمتلك مجلس ادارة جديد برئاسة كابتن حسين لبيب. هم اصلا عاوزين العلاقات ترجع تاني جيدة مع النادي الاهلي، يعني العلاقات تكون موجودة بين الاهلي والزمالك. وزي ما قلت لك كده، لو الصفقة دي حصلت هتكون اول صفقة تبادلية في التاريخ. وكلاء لاعبين محسوبين على نادي الزمالك اتكلموا مع مسؤولي النادي الاهلي برغبة من كابتن حسين لبيب عشان يكون في تبادل بين الطرفين. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. عاوزك تقولي في التعليقات رأيك في الصفقة دي، كمان تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل فيديوهاتنا على قناة انجول. شكرا لكم، السلام عليكم.